بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا شيخنا العلامة حفظك الله ورعاك وسدد على درب الحق خطاك، فإن أهل الحديدة وضواحيها قد أرسلت إليكم ببعض فلذات أكبادها، منها ومن بيت الفقيه والخوخة والحسينية وعبس وغيرها. هذا وقد أعدوا قرابة 60 سؤالا فقهيا، لكنهم أحبوا أن يتعرفوا على سيرتكم الذاتية ويشتموا أريج أنفاسكم الزكية. دفعهم إلى ذلك أمور، منها أولا اشتياقهم العظيم للشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله ورعاه. يحدوهم قول ابن القيم: وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم. وقول الأول: وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وثانيها: ما ألبسه أهل العلم من حلل الثناء عليكم، حتى إنه قال بعض أهل المدينة أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد موت الشيخين عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد ناصر الدين الألباني، فقد توجهت قلوب أهل الأرض إلى اليمن، حيث الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي. وفي هذا قلت سابقا في قصيدتي الألبانية: يا وادعي عيون الناس قد شخصت إلى علومك في حضر وأسفار، يبغون رفدك في التعليم فاتجهت قلوبهم ترتوي من نبعك الجاري. أبقاك ربي لهذا الدين جامعة مبارك الوقت في جسم وأعمار، آمين. ثم أحمل إليكم شيخنا سلام طرفي أهل الجزيرة العربية. فأما من طرفها الأول فمن مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكة المكرمة سلام الشيخ يوسف الدخيل والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبد المالك الجزائري. وأخص بالذكر شيخكم عبد المحسن العباد حفظهم الله جميعا وإياكم. وكذلك سلام الطرف الآخر سلام إخواننا طلبة العلم في حضرموت، فقد حملوا معي هذا الأمر إليكم وهو الآن كما تسمعون. وبعد هذا فهنا ما يقارب 11 سؤالا أو 11 سؤالا حول سيرتكم الذاتية، التي ينبغي أن نأخذها من صاحب السيرة ومن صاحب الترجمة مشافهة ليخلدها التاريخ وتسطرها الأقلام. السؤال الأول: حبذا أن تعرفونا على نسبكم وبلد نشأتكم حفظكم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزا الله إخواننا الزائرين خيرا ومرحبا بهم وأهلا وسهلا، وأسأل الله أن يثيبهم على هذه الزيارة
وأن يجعلنا ممن يشمله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا وللمتجالسين فيا. نعم. وبعد هذا بارك الله فيكم ننصح إخواننا أن يهتموا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تعتبر علما. نعم، تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. أما ما عدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فربما تكون حافزا لطلبة العلم، وربما تكون مشجعة لطلبة العلم، فما أكثر الذين قد استفادوا إذا جالسوني ورأوا أنهم ربما يفوقون في علم الحديث وكذا في اللغة العربية، ويقولون والله العلم سهل، إذن نجتهد وماذا ونسلك سبيل العلم، لما يرون من ضعف في العلم. هذا ربما يكون حافزا لهم على الجد والاجتهاد. واذكر أنني ذات مرة وأنا في الحرم المكي قرأت رسالة للشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى في الرد على شلتوت في شأن اللحية، أو على شخص يستدل بقول شلتوت في شأن اللحية. فذكر الشيخ حمود رحمه الله تعالى حديثا، أي أنه مستدل بحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ من طول لحياته ومن عرضها. فقال الشيخ: هذا الحديث ضعيف، في سنده عمر بن هارون البلخي، وقد قال يحيى بن معين إنه كذاب خبيث، وفي سنده أسامة بن زيد الليثي وفيه ضعف. فقلت في نفسي: أو بقي أحد في هذا الزمان يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ كنت أظن أنه ما بقي أحد في هذا الزمان يعرف الحديث الصحيح ومن الحديث الضعيف. ثم بعد ذلكم بارك الله فيكم، نعم، اشترينا بعض الكتب واستفدنا منها وصارت فتح باب. أما نسبي فأنا من همدان، نعم، من وادعة، يقولون يبدأ بالنسب الهاء، من وادعة من آل خلال، وهم أهل هذه ماذا البلدة. نعم. وأنا نشأت يتيما
وكنت محبا لطلب العلم منذ كنت صغيرا، لكن لم نجد أحدا يوجهنا هاهنا لطلب العلم، ما وجدنا أحدا يوجهنا. بل ماذا إذا جاءنا خطيب هؤلاء الشيعة، ماذا أهل بيتك سفينة نوح، ومن تلكم الترهات علي خير البشر، من أبى فقد كفر، أنا مدينة العلم وعلي بابها. كأن الدين كله علي بن أبي طالب. أي نعم يا إخواننا، فماذا فضاع من العمر نحو 20 سنة أو 25 سنة، وبعد ذلك دخلت أشتغل في السعودية، ويسر الله أن مرضت فاشتريت بعض الكتب، صار المرض الحمد لله في خير بحمد الله. اشتريت بعض الكتب مثل صحيح البخاري، وقد استشرت رجلا واعظا يمشي في المساجد مثل صحيح البخاري، ومثل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وبلوغ المرام، نعم، وماذا ومقرر التوحيد. أعطانيه ذلكم الواعظ، ماذا بارك الله فيكم. وأقبلت على تلكم الكتب ترتسم في ذهني ارتساما، لأنني أرى بناء القباب على القبور حرام. والله عندنا قبة الهادي، وعندنا قبة ماذا قبة آخرين بجواره. أي نعم، إذن هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز. وماذا أجد بارك الله فيكم أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنزلتهم الرفيعة، ما نعرف إلا عليا، ما نعرف أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا إن رأينا حجرا مفلوقا قالوا هذا من علي، من سيف علي، وإن رأينا أثرا في صفاء قالوا هذا أثر علي بن أبي طالب. وماذا يا إخواننا، المهم عند أن قرأت في تلكم الكتب بحمد الله ارتسمت في ذهني، واستفدت منها غاية الاستفادة، وصرت أكره أولئكم الذين أضلونا، حتى أني تجاوزت الحد. كنت إذا رأيت معمما كرهته، ونعم، وأقول هذا من الصعدة ومن الشيعة الذين أضلونا. وبعد هذا بحمد الله ماذا رجعت إلى هنا واحدا، قد جاوز البلوغ، ماذا وأصحابي وأهل بلدي عامة. فبلغ أولئك أنني أقول دعاء غير الله شرك، فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأنني أقول الذبح لغير الله شرك، وأنني أقول ماذا يعني الزيارة لمسجد أو لغيره غير الثلاثة المساجد شد الراحل يعتبر محرما.
بلغهم هذا وذهبت إلى صعدة وإذا هم يتكالبون علي وأرسلوا على أقربائي إما أن تمنعوه وإما أن نسجنه. ونعم يستطيعون أن يسجنوني لأن الدولة دولتهم فماذا ما قد عرفت حكومة ولا عرفت مشايخ ولا بس هكذا ولا نعم. بعد ذلك ماذا سكت ولكن العديد في قلبي نعم. ومن وثقت به تكلمت معه وبقيت ما شاء الله ولازالت تبلغهم أخباري ويستمعون. قالوا ما له إلا ندخله معنا في مدرستنا لاجل نغسل مخه فإنه حاله كما قيل. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. نعم الفكرة الوهابية أتته وهو كان خاليا من علم أهل البيت ومن علم أهل الحق فتمكنت ندخله مدرستنا وأدخلوني مدرستهم عندهم ودرست. ولكن ماذا يا إخوان من فضل الله قد أحببت السنة وأحببت علم الكتاب والسنة فأنا أقرأ عندهم في غاية من الكراهة لكتبهم مثل 30 المسألة ومثل العقد الثمين أرى فيها الضلال المبين. وابن خزيمة يقولون ماذا إنه يدعو إلى التشبيه أي بسبب كتاب التوحيد. وماذا ومسألة الرؤيا المهم الفلسفة المعتزلية دخلت عليهم. وهكذا أيضا بقيت عندهم قدر 3 سنين. ولما رأيت كتبهم ضياع أقبلت على اللغة العربية لعلي درست قدر الندى قدر 6 مرات. كلما انتهينا منه راجعت ودرسته معا. فالحمد لله استفدت في اللغة العربية من ذلكم الكتاب القيم. وبعد ذلكم قامت الثورة وبقينا هربنا منها هنا إلى نجران. وصحبت أبا الحسين وهو مجد الدين من مشايخ الشيعة إلا أنه رجل حليم ذكي نعم. فصحبته وأيضا مذاكرة علمية معه في بعض الأوقات. وبقيت مدة فرأيت الجمهورية عرفتها دخلت إليها ورأيت الملكية وإذا هم كلهم أصحاب دنيا ما فيهم أحد يقاتل لله عز وجل. بعد ذلكم مشيت إلى الرياض بنية أنني أشتغل. وفي وسط الطريق تحولت النية وقلت يا هذا قد أصبحت مستفيدا ويستفيد منك أهل بلدك فترجع على معقبك وتنسى معلوماتك. نعم. ومنذ وصلت هنالك ودخلت مدرسة تحفيظ القرآن مسؤول عنها الشيخ محمد
سنان نعم من الحدى، ولكنه على عقيدة التوحيد، رجل فاضل، لأن أباه كان مع آل سعود وحرق عليهم بيت عند أن دخلوا إلى اليمن، فأحبته وعوضته الحكومة، وبقي الشيخ محمد مسؤولا عن تلك المدرسة. وبعد هذا ابتليت بالسعال نعم وتغير الجو، فقلت إلى مكة. وهو حفظه الله تعالى، ما أدري الظاهر ما قد بلغني موته، هو يقول تبقى عندنا، وبعد أيام نرسل بك إلى الجامعة الإسلامية. قلت لا أستطيع، ومشيت لا أستطيع، هذه فلوسكم التي قد أعطيتموني جزاكم الله خيرا. قال له ما أعطيناك ما نأخذها، أعطيناك ما نأخذها. فماذا بعد ذلك ما شاء الله مشيت إلى مكة أشتغل، وبعد أن في الليل أدرس، أجد للعلم لذة ليس لها نظير، إلى قريب نصف الليل إلى السحر لا أدرس. لكن إذا كان الشغل مرهقا فأنسى في النهار بسبب الإرهاق. ثم فتح معهد الحرم المكي والتحقنا به، هذا ما يتعلق بنسبنا. أما البلدة التي نشأت فيها فهي بلدة دماج المعروفة، وهي ماذا يا إخوان، لعله لم ينشأ فيها عالم من العلماء فيما أعلم. نعم كان فيه واحد اسمه السيد صالح، أديب كبير ولكنه خفيف العقل، وهو شيعي. نعم فماذا بارك الله فيكم. وهذه البلد يعني الغالب عليهم التشيع، ما عرفوا إلا سيدي ومولاي ومن خادمكم فلان بن فلان. أي نعم. وماذا، والحمد لله من فضل الله استجاب الآن منهم جمع كثير وأحبوا الدعوة، جزاهم الله خيرا. حتى الذي هو في شك من الدعوة ممكن أن يقدم رأسه قبلنا، والله المستعان. ما أدري أفيكم أحد يحفظ الزاملين اللذين قيل البارحة غالبهم ماذا من الشيعة، لكن زوام السنة وتدل على نصر السنة. أسأل الله يجزيهم خيرا. تفضل. السؤال الثاني ولعله تقدمت الإجابة أو بعض منها: كيف كانت بداية طلبكم للعلم؟ نعم هو ما سمعتم، وهو بارك الله فيكم المحبة لطلب العلم، ويعني عدم التقليد. أبغض التقليد منذ ابتدأت في طلب العلم بحمد الله. وها هنا بصعدة بحمد الله أيضا لا أبالي بمن يثبت. كان بعضهم يمر وهم يدرسوني ويقول صب غرارة، يعني أنا قبيلي ومثل الغرارة إذا أردت تصب ماء ما يؤثر الصابون فيها ولا يبيضها،
هي غرارة وأنا أسمع وأقبل على طلب العلم. نعم، أقبل على طلب العلم، وهذا أمر أراده الله، لا بحولنا ولا بقوتنا. وكما تقدم أننا عند أن تقدمنا إلى معهد الحرم، نعم، كان بعض إخواننا قويا في المصطلح وأنا كنت قويا في النحو، فكنا نتساعد في اختبار القبول. فالحمد لله. والمدرسون مدرسون من رجال التوحيد، والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى هو المسؤول عن معهد الحرم. نعم، وبقينا فيه 7 سنين، المتوسط والثانوي أظنها 7 سنين. أي نعم. وبعد ذلك انتقلنا إلى الجامعة الإسلامية، وكنا نحضر بعض دروس الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى، وبعض دروس الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي، درس في الأزهر. نعم، ومن رجال التوحيد، لكن في السنة نعم، يعني متشدد في التضعيف، حتى إن له كتابا بعنوان تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين، وهذا ليس بصحيح. بل الله سبحانه وتعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم بعد ذلك الجامعة والدراسة في كلية الدعوة، وكان طلبة المعهد من أقوى الطلاب. وبعد هذا انتسبت في كلية الشريعة، وخرجت بشهادتين، شهادة من كلية الدعوة وشهادة من كلية الشريعة. والآن لا أدري أين والله المستعان. فالمشايخ الذين كانوا يدرسون منهم مشايخ أفاضل. نعم، من أولئكم المشايخ السيد الحكيم المصري، محب للخير. نعم، ومنهم أيضا محمود عبد الوهاب فايد، قوي ومحقق، ولكنه ما كان يترك من لحيته إلا جذوعها. فقلنا له: يا شيخ، ليش أنت تأخذ من لحيتك؟ تأخذ لحيتك ما تبقي. قال: والله أنني مخطئ، ادعو الله أن يهديني. يعني من صحيح ما عنده مغالطة ولا عنده أيضا كبر، فهو صادق في هذا، والله المستعان. فماذا؟ بارك الله فيكم. والحمد لله حصلت الفائدة بسبب الدروس الطيبة. وأما المذكرات التي كان يكتبها المدرس، فكنت لا أثق بها كثيرا، لأنني أريد أن يذكر الحديث وما هو عليه من الحديث الصحيح والضعيف، والله المستعان. وكنا في بعض الأوقات في خصام شديد مع بعض الأساتذة المقلدين. واحد اسمه عبد العظيم فياض مصري، وبعد هذا
ماذا يعني يريد أن يفرض علينا ما كتبه في المذكرة، وكذلك أيضا التقليد وغيره، ونحن نراجعه وهو يقول اسكت يا مقبل اسكت، ما يتركني أتكلم. وبعد ذلك في ذات ليلة رأيته في الحرم المدني، قلت ليلة طيبة وفرصة طيبة أذهب وأتكلم بما في رأسي كله وهو في الحلقة موجود، وذهبت والحمد لله وتكلمت بما في رأسي كله والحمد لله، وبقي وهو جالس وساكت ويعض الأوقات ينظر إلي هكذا. والله المستعان والحمد لله. نعم تفضل بارك الله فيك. حفظكم الله. السؤال الثالث: من أبرز العلماء الذين أخذتم على أيديهم العلم على مستوى هذه الرحلة العلمية الطويلة؟ نعم، من أبرزهم الشيخ عبد الله بن حميد، وقد كنا نحضر له بعض الدروس، وقد كان عزم على يدرسنا في التحفة، ولكنه واسع الاطلاع، وزملائي كانوا مبتدئين، فيأتي بإعرابات قوية ويأتي أيضا بشواهد وفوائد من ابن عقيل، فانسحب زملائي واحدا واحدا، ما بقيت إلا أنا معه. وبعد ذلك ماذا قال؟ فأنت انصرف مع إخوانك، والله المستعان. وإلا كان هو بحمد الله يعجب من إجاباتي، ومن أيضا ذكر الفوائد ومن الاعتراضات عليه في بعض الأشياء. هذا في مكة. ومنهم الشيخ محمد ابن عبد الله الصومالي، لعل أمثاله قليل في معرفة رجال الشيخين، أو ليس له مثيل. محمد بن عبد الله الصومالي. نعم. وهناك مشايخ آخرون، نعم، ونحضر حلقاتهم، مثل أيضا الشيخ عبد العزيز بن راشد. وقلنا له كيف يا شيخ تألف تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين؟ قال هذا من أجل العامة، وأما أنتم لو تريدون تقرؤون التوراة والإنجيل ما منعتكم، لكن ما يجوز أيضا قراءة التوراة والإنجيل، قد أغنانا الله سبحانه وتعالى، وليس بصحيح كلامه رحمه الله تعالى، فقد قال إن الأحاديث التي تصح خارج الصحيحين تعد على الأصابع، فليس كلامه صحيحا رحمه الله تعالى. نعم. فماذا بارك الله فيكم. المهم هي ملتقى العلماء هنالك، والله المستعان. نستفيد من هذا، وأيضا أقبل أنا على الكتب وعلى الاستفادة من الكتب من بادئ الطلب. وأن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكنت أحضر دروس الشيخ بن باز في بعض الأوقات، وكنت أيضا أحضر جلسات الشيخ الألباني الخاصة بطلبة العلم، إذا كانت عنده محاضرة فما أحضر، لأن المحاضر يتنزل على مستوى الناس كلهم، وطالب العلم
يريد فوائد، فما كنت أحضر، لكن أحضر في جلساته الخاصة بطلبة العلم رحمه الله تعالى. فماذا ومن ذكرته أيضا من الشيخ عبد المحسن العباد، فهو كنا نسأله وإلا لم يكن يدرسنا. والشيخ الألباني ما وصلنا إلى الجامعة إلا وقد رحل منها، ولكن كان يأتي إلى المدينة ويزور إخواننا في الله طلبة العلم من أمثالكم، يحبهم حبا جما ويزورهم وينصحهم. أسأل الله يجزيه خيرا، فرب وقت ما يأتي إلا وقد صار بعضهم من جماعة التكفير ويبقى يتشادد معهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى على يديه، جزاه الله خيرا. نعم، وكما سمعتم الشيخ ماذا بارك الله فيكم محمود فايد استفدنا الحمد لله، كان يدرسنا في التفسير. ونعم، والسيد محمد الحكيم أيضا كان يدرسنا في سبل السلام، استفدنا منهما في كلية الدعوة. والفائدة الكبيرة هي في التخصص في رسالة الماجستير. في المقابلة في رسالة الماجستير الشيخ محمد الأمين المصري قال: أنت تبحث وأنا أعرف أنك رجل محب للبحث، فأخبرني ما هي الشيء الذي قد بحثته ونعم أثرته في هذا الزمن. فقلت له: قصة ثعلبة، وتكلمنا عليها. فصار هو يسحبني إلى أسئلة ربما لا أجيب فيها، وأنا أسحبه إلى الأسئلة التي أظن أنني مبرز فيها وسأجيب فيها. والحمد لله التخصص هذا يا إخوان مفيد. ما ذقنا حلاوة العلم إلا في التخصص. كان يدرسنا الشيخ محمد الأمين المصري، وكان يدرسنا أيضا الشيخ حماد في آخر الأمر عندنا، وكان يدرسنا أكرم ضياء العمري. لا أحب تدريسه ولا أثق به، لأنني تفرست فيه أنه ماذا رجل متأثر بالغرب، وظهرت الحمد لله ظهر هذا عند أن كان تناقش رسالة الماجستير. قال: لو كانت هذه الرسالة في الغرب لرموا بها ولم يقبلوها. فقام الشيخ السيد الحكيم جزاه الله خيرا وقال: إن أولئك ليسوا ماذا المكيال والمعتبر، لكن المعتبر هو ما عليه علماؤنا. وذكر ما في هذه الرسالة من الفوائد، والله المستعان. تفضل بارك الله فيك. وغالب استفاداتي فليبلغ الشاهد الغائب من الكتب، حتى إني كنت أفرح في العطلة من أجل أن أتفرغ لعلم الحديث، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى. فمنذ بدأت الدراسة ها هنا وأنا أقوم بالدعوة والإرشاد ها هنا في دماج وفي غير دماج،
وبعد ذلكم أيضا عند أن كنا بماذا في الحرم المكي أدرس في قطر الندى، وعند أن كنا في الحرم أي أدرس أولادا من أخواننا في الله أدرسهم، وعند أن كنا في ماذا في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا بارك الله فيكم أدرس في المصطلح وأدرس في ماذا بارك الله فيكم في أيضا التحفة. بس الذي يضحكني أن بعض العسكر أتى ويستمعون والكلام ما في شيء، لكن قالوا ليش تجلس هكذا وما معك ثياب طيبة؟ وشيبة الحمد هذا ماذا يعني هو يعتبر جاسوسا للحكومة، هو أيضا حاقد لأنني أتكلم على المدرسين في الفصل، فهو يريد وأيضا يريد بعدنا حتى في هذا متى في الوقت الذي ما أكون فيه يقول هذا زيدي وأجلس معه ويقول وش عندك يا شيخ وأفدنا يا شيخ ونبحث هذه المسألة أنا وأنت يا شيخ وماذا عند الناس. وبعد ذلك ماذا هو من الذين كانوا يحرضون الحكومة ويقولون إننا أتينا بمخالفة الدولة وماذا بمخالفة علماء البلاد، ونحن لا أتينا بذا ولا بذاك. حتى إنه في ذات مرة عطي السالم والشيخ عمر فلاتة جلسا معي للتحقيق وهما عالمان لا بأس، فقالوا نحن نريد أن نسألك عن مسائل أثيرت عنه هي صحيحة أو ما هي صحيحة؟ فبعضها أقول إنها صحيحة، نعم، مثل الأذان الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، ومثل الصلاة في النعال، ومثل ماذا بعض المسائل. وبعض المسائل أقول هذه أقوال الشيخ الألباني وأنا لا أقول بها ونحن أيضا لا نقول بها، وأنا مستعد للمناقشة على هذه المسألة. تحبون نتناقش؟ قالوا لا، ليلة أخرى إن شاء الله، بس نبغي نعرف هل هي ثابتة عنك أو ما هي ثابتة عنك. فمتى هذه الليلة الأخرى؟ ما أقول لهم متى يقولون سننبئوك، ما عندهم يعني ما يرغبون في هذا، والحمد لله. فماذا بارك الله فيكم، فالحمد لله عند أن يسر الله بأهل المدينة أناس يا أخوان بدو، وبعضهم يشتغل في معمل بلوك وبعضهم يشتغل سائقا، ولكن الله الذي هياهم للخير، فيمشي السائق ورياض الصالحين على الطبلون، وصاحب ماذا المعمل البلوك عنده مكتبته الصغيرة، وكل واحد فماذا انتشرت الدعوة انتشارا مذهلا إلى النهاية، حتى إنه عند أن كان يحقق معي قالوا كيف هذا الانتشار الذي انتشرت دعوة السلفيين أو دعوتكم بهذه قلت لهم والله إن هذا أمر يحيرني أنا وهو صحيح، إلا أنني أظن أن طالب العلم يأتيهم أو الزائر يأتيهم ويمكث أياما وقد استفاد،
ويرجع إلى بلده وقد أصبح طالب علم، وبعد ذلك يأتي آخرون من أهل بلده، وانتشرت السنة الحمد لله. ومع أن أكثرهم كانوا بدوا لا يحسنون النطق باللغة العربية. تفضل بارك الله. هل بلغكم وفاة الشيخ محمد الصومالي؟ إيه بلغتنا، الله يرحمه. السؤال الرابع: لا بد وأنكم لحقتم ببعض العلماء الكبار، ولعلنا نذكر بعضا منهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. نعم، فيما أظن أنني لحقت به، لكن أنا بارك الله فيكم كنت في ذلك الوقت ما كنت يعني مجالسا لأمثال من العلماء الكبار، كنت مبتدئا والله المستعان. الشيخ عبد الرزاق حمزة كذلك أعرفه، لكن رأيته وهو عاجز ويدرس في دار الحديث. نعم، درس في دار الحديث، ولم أدرس على يديه لأنني أدرس في معهد الحرم وهو يدرس في دار الحديث. ويا سبحان الله، بركة إلهية أنجب مجموعة من العلماء الأفاضل، منهم الشيخ محمد الصومالي والله المستعان. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كذلك أعرفه، وقد سألته عن بعض المسائل وكنت أنصح بحضور درسه، فأنا كما قلت أوثر أن أستفيد من الكتب وأقرأ بهدوء، وإلا فهو آية من آيات الله، هو يقرأ من حفظه يا إخوان. ولو كنت تقرأ في كتاب أو ولو كنت أقرأ في كتاب لتتعتعت في بعض الكلمات، وهو يقرأ من حفظه ينثرها نثرا ولا يتتعتع في كلمة وماذا؟ ومن حيث العلم عنده الخير الكثير من علم الحديث، وعنده أيضا الخير الكثير في العقيدة وفي الفقه وفي أصول الفقه، فماذا؟ وكذلك أيضا في اللغة العربية كان يفسر في سورة الأنفال في ذلك الوقت، يمر بماذا في الآية ويتكلم على تصريفها وعلى إعرابها إن كانت تحتاج إلى إعراب. آية من آيات الله ما رأت عيني مثله في الحفظ. نعم. الشيخ محمد بن سليمان البسام. أعرف عبد الله البسام، هذا الذي أعرفه. هو لا يزال حيا الآن شائب كبير. لا يزال حيا الآن شائب كبير، وهو أحد تلاميذ السعدي. تلاميذ السعدي؟ خيرا إن شاء الله. كنت أعرف رجلا من البسام، لكن أنا الآن ناسي اسمه، هل اسمه محمد أو غيره؟ غير الشيخ عبد الله. كان عبد الله ماذا في ذلك الوقت عندما كنت أعرفه يحلق لحيته، فالآن يحلقها أم ماذا؟ أم لا تعرفونه؟ لا، رأيناه شائب يعني لحيته هكذا كثيرة ما يحلق. بالنسبة لهذا الذي ذكرته أنا محمد بن سليمان البسام. نعم. طيب، عبد الرحمن المعلمي، وبه نختم. لعلي أدركت بعض زمنه ولم أكن متجها للمكتبة، كان أمين مكتبة
الحرم. وماذا بارك الله فيكم، الله أعلم هل أدركته أم لم أدركه. كان عندي مكتبة في مثل ذلك الصندوق من الدولاب مرتين، وكنت أظن أنها قد جمعت كتب الدنيا وأنها كافية، فأبقى في بيتي أقرأ راجع، حتى كتبت في الطليعة في الرد على غلاة الشيعة، وإذا أنا أحتاج إلى مكتبة الحرم وإلى شراء كتب وماذا. وبعد أن كتبت أيضا الصحيح المسند من أسباب النزول، أيضا عرفت على ماذا حاجة طالب العلم إلى الكتب، والله المستعان. نعم. السؤال الخامس: عندما عدتم إلى اليمن كيف كانت أوضاع اليمن الدعوية، وهل ترون فرقا بين الماضي والحاضر؟ الله المستعان، الله المستعان. كان يأتيني أخ نجدي في مكة، رجل فاضل لا يترك منكرا إلا أنكره، فكنت أقول في نفسي كيف لو يخرج هذا إلى اليمن، أيبدأ بالقباب أم بالنهي عن القات أم الشمة أم بدعاء غير الله أم بالحروز والعزائم، ربما ما يدري بأي شيء يبدأ، ربما ما يدري بأي شيء يبدأ. ثم بعد ذلك أسأل الله يجزيه خيرا، ولا أدري حي هو أم ميت. نعم، أسأل الله يجزيه خيرا، أخرج مكتبتي إلى هنا وزارني مرة أو اثنتين، ويا سبحان الله ينكر تلك التي هي تمثال على أصل التمثال، العساكر التي في لوحة يمر بالعساكر عند مركز الأزرقين ويقول لهم هذا حرام ما يجوز، هذا حرام ما يجوز. قالوا والله هذا تراجع وزارة الداخلية، نحن ما نستطيع نغير ولا شيء، ولا نحن الذين وضعناه، لكن وزارة الداخلية. المهم رجل فاضل ما يترك منكرا إلا أنكره برفد ولين، وإذا انتهره الشخص مشى وقال الله يهديك الله يهديك، مشى ما يثير فتنا، والحمد لله. فكنت أتعجب لو يخرج إلى اليمن بأي شيء يبدأ. عند أن خرجت وحشة حصلت لي، كنت أبكي نعم من الوحشة التي ومع أن أقربائي أسأل الله يجزيهم خيرا بنوا لي مكتبة وبنوا لي مسجدا، لكن يا إخوان الدولة تظن أنني خرجت ماذا أخرب عليهم دولتهم. القبائل قالوا جاء بدين جديد، الشيخ يخاف أنني آخذ عليه المشيخة، وقلت لهم يا جماعة لا تخافوا على مشيختكم، ما هي نبوة، ما هي نبوة، ولا الله آخذ مشيختكم، مشيختكم لكم. صاحب الحروج والعزائم أيضا من بدل دينه فاقتلوه، يقول هكذا يستريح لنا، من بدل دينه فاقتلوه، والله المستعان. المهم ما يدري، والله يا إخوان لا، ما هذا الذي حققه الله بحول منا ولا قوة ولا كثرة علم، وإنما هو شيء أراده الله سبحانه وتعالى. كنت قد خرجت زائرا، نعم، في وقت الحمد، والحمد هذا
يميل إلى الشيوعية، وأيضا ماذا بارك الله فيكم وإلى التشيع. فبعد ذلك ماذا خرجت وتكلمت. أي نعم، الشنطة معي من هذه الشنطات الدبلوماسية، والثوب أبيض، واللباس الباس السعودي كله. لا معنى أن هذا خطر عندهم، لأنه قد جاء ماذا بأموال كثيرة من السعودية يخرب علينا ديننا ودولتنا. فبعد ذلك والحكام يسلطون كما سلطوا على البخاري بعض الفقهاء، يسلطون بعض الناس ما يباشرونهم. فبعد ذلك ماذا تكلمت وهم يقفون بجانبي، وأنا كنت في ذلك الوقت آلفا أنا أقول صلى الله عليه وسلم، ويقولون وآله وهذا وآله. قلت إن شاء الله سأقولها، لكن دعوني أمهلوني. وهم من أجل آله، من أجل يقاطعونني. المهم ماذا، فقلت لهم أنا مستعد للمناظرة، ما في ولا هذا ولا هذا. نعم. وبعد ذلك ماذا بقي عندي ومشوا. لما قلت لهم مستعد للمناظرة مشوا والحمد لله. وها هنا في دماج قالوا يا مقبل صلاتك باطلة. ليش؟ وصلاة الذين هم على يمينك أنا أصف، وما في أحد يحب أن يأتي على يميني لئلا يكون صلاته باطلة. يأتون على اليسار. ليش؟ قالوا لأنك تتنحنح في الصلاة. قلت ما هو الدليل على بطلانها؟ قالوا قد قال سيدي حسن. قلت ما هو الدليل على بطلانها؟ قالوا قد قال سيدي حسن. ذهبت إلى سيدهم حسن أعرفه، قلت له الذي يتنحنح في صلاته ما هو الدليل على بطلان صلاته؟ قال هو مكون من حرفين، ألف وهمزة، مكون من حرفين. قلت أنا أسألك الدليل، ما هو الدليل؟ قال إنكم جهلة. ومشيت بحمد الله. ثم بعد ذلك لما ضايقني أهل البلد قلت ما لهم إلا أذهبنا على رأس سيدهم حسن من جامع الهادي وأتكلم. بحمد الله جاءني ورقة من وزير مدير الأوقاف أنك ممنوع أن تتكلم ستحدث فتنة. سكت. وجاءني ناصح قال ترى الصمل تحت الفراش، ترى الصمل تحت الفراش، انتبه لا تتكلم سيقومون يضربونك. سكت. وبعد الصلاة الحمد لله رب العالمين ما زدت على هذا، وإذا هم علي كالسيل بين متفرج وبين مضارب. المهم يا إخواننا بحمد الله القبائل ما خلوهم يضربونني، وإلا يمكن يريدون يقتلونني. فماذا وخرجنا لقيني عسكريان قالوا تحب أن تخطب؟ قلت إيه. الله المستعان. توكلنا على الله. وبعد هذا مشينا وأنا موطن نفسي أنا أصبر ولو ضربت. قلت ضربي يعتبر نصرا للسنة، ولكن ماذا واحد وهو كثير
بس خلى العسكر بقوا في أسفل المنبر وقريب مني لا يطلع أحد، وإلا سيطلعوا ناس، وواحد كان يبغي يطلع من مقابلي ويسبني ويسكت، وأنا أنشط حاجة يعني عصا الميكروفون الله المستعان. الله. بعد هذا بعض أهل البلد وغيرهم رموا في الهواء، العساكر أيضا رموا في الهواء من أجل أن يخاف الناس. وكان فيه واحد اسمه صلاح ثليثة، والأخ صالح بن أحمد مناع كان معنا، وقد رآه مختبئ خلف سارية. فلما رأى صالح ويعرف أن من جماعتنا قال أنا في وجهك أنا في وجهك، قال ما عليك شيء، يلا قوم اخرجوا بس ما عليك شيء. وبعد هذا مشينا وأنا أحس أنهم سيلحقونا ويسجنوننا، فكنت أرغب أننا نمشي في ذلك الوقت. قالوا ننتظر لسيارة، انتظرنا السيارة، جاء عسكريان وقالوا جاءوا المحافظ الشيعي يقال له الضرافي. وماذا بارك الله فيكم، يعني بعض المسؤولين شيوعي، فوصلت ما وجدت المحافظ، ثم أخذونا على السجن والحمد لله، وبقينا 11 يوما أنا، لكن هؤلاء خصومي في حجرة طيبة ما شاء الله، وأنا بين التراب والغبار، والله المستعان. والحمد لله دعوة، والقبائل تحمسوا، القبائل جزاهم الله خيرا تحمسوا، حتى جاءني ضابط وقال أنا من أظن أهل البرق، وأنا مستعد أي خدمة وأي شيء تريد أن نقوم به. قلت ولا شيء جزاكم الله خيرا. عبد الله بن داجي وقد توفي ثاني، وقال أين ذا الوادع الذي يبغي يخرب ديننا؟ قالوا هو هذا، جاء إلي ونمزح ونجلس معه مدة يسيرة وماذا، وبعد ذلك قال والله أن يتركوا وإلا أن نرمي بهم في برك الهادي، نرمي بهم. والحمد لله. نعم، العام الآتي أيضا خرجت وتكلمت، أي نعم. وبعد أن تكلمت الدمج قبل هذا لهم موقف مشرف، أسأل الله العظيم أن يجزيهم خيرا وأن يبارك فيهم ويدفع عنهم كل سوء ومكروه. لا لولا الله سبحانه وتعالى، ثم هم ما أدري كم أبقى في السجن، لكن بعض الليالي يدخل قدر 150، وبعض الليالي يدخل أقل، وهكذا على المسؤولين صباح مساء، وكان في رمضان. ثم بعد هذا ماذا يا إخوان؟ بارك الله فيكم. العام الثاني خرج ومشيت بعد الكلام، وإذا العسكري يأتيني يكلم المحافظ. نعم، مشيت معه، فقد تقدم بعض أقربائنا الشيخ عبد الله بن علي وصالح مناع، وتقدموا عنده يتحدثون مع والمسؤول ليس بالمحافظ. فماذا؟ فقال أنا أنصحك أن تذهب وتتكلم في تعز وفي الحديدة، أما هنا ما سنسمح له، ستحدث فتن. قلنا خيرا إن شاء الله، والحمد لله.
هذا بارك الله فيكم بعض ما حدث. ومن أول الأمر ما خرج مسؤول إلا وذهب الشيعة يشتكون عنده، ولا ذهبنا نحن أنفسنا إلى مسؤول في حال من الأحوال نشكو عنده، حتى أننا ذهبنا في ذات مرة أقص لعبد الله بن حسين الأحمر ماذا يعني ما يحدث لنا لا من أجل أي شيء، فقال إذا ذهبتم إلى الشيخ يحيى الفسيل واصطحبت واتبعتم انتموه فأنا أساعدكم. أجاب عبد الله بن علي رحمه الله ونعم ما أجاب، قال نحن قبائل ونستطيع نحمي صاحبنا ونحمي بلدنا، ما جئنا إليكم لتنصرونا، ما جئنا إليك لتنصرنا، والحمد لله. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى أيد هذه الدعوة قبل كل شيء بأهل البلد. أسأل الله يجزيهم خيرا، حتى الذي يرى أننا أتينا بدين جديد إذا جاءنا نعم وناس من الشيعة قاموا في وجوههم، والحمد لله. تفضل. هناك السؤال السادس: هناك من يشيع أنكم كنتم الأب الروحي لجهيمان، وأنكم كنتم من المحرضين له على الفتنة في الحرم، فحبذا أن تجلوا عوار هذه المقالة. يا إخوان، أن نريد أن نعمل الإسلام وأن تملأ الدعوة البلاد وتنتشر في جميع الآفاق، ثم لا يتكلم الحسد، لا يكون هذا أمر قد تكلمنا عليه في المخرج من الفتنة، وتكلمنا عليه في بارك الله فيكم ماذا أشرطة أخرى، أننا في قضية الحرم كنت قد خرجت بسنة، لعل ما قد انتهى أجلي، وإلا حتى ولو لم أكن معهم، نعم إنهم كانوا يدرسون عندي وكنت أصحبهم، وكانوا يعتبروني نعم يعني مفتيهم، ونعم نخرج رحلات، والحمد لله على أن فيهم أناسا مستفيدين. لكن ما جاءت قضية الحرم إلا وقد سافرت والحمد لله. ثم بعد ذلك هؤلاء نعم الحاسدة جهيمان أنا أنكرت عليه وعلى أصحابه منذ عرفت اتجاهه وقاطعته، منذ خرجت رسائله قاطعته والحمد لله. وأنا ذكرت في المخرج أنهم يعتبرون بغاة لأنهم خرجوا على دولة مسلمة، والله المستعان. المهم نريد أن نقوم بدعوة وتعليم وتنتشر الدعوة، ثم لا يتكلم الحسد، فليتكلموا نعم، وكلامهم يكون نشرا للدعوة، والحمد لله. نعم كما قيل لولا اشتعال النار في جزر الغابة ما كان يعرف طيب ناشر العود، فانتشرت السنة بسبب كلام الإخوان المفلسين. قالوا هم يعني نعجب كيف إذا أخرج أبو عبد الرحمن شريطا في الشيعة أو في الصوفية أو في البعثيين أو في الاشتراكيين
أو في غيرهم ما ينتشر مثل ما إذا أخرج شريطا فيما. لا يعجبون الأمر ما يؤدي إلى العجب. لماذا؟ لأنني إذا أخرجت فيهم شريطا ضجوا صاحوا ولفتوا أنظار الناس إلى شراء هذا الشريط. هذا هو السبب في أنها تنتشر الأشرطة التي أخرجها فيهم، وربما لا تنتشر الأشرطة. كان أهل صعدة كانوا قبل هكذا. أي نعم. وأنا كنت إذا كان عندي كتاب كنت أتحرى الرجل المذياع الذي يزعم أنه في غيرة على المذهب الزيدي، وأذهب وأرسل له الكتاب يقرأه، وأصل عنده وصاح ماذا، وبعد ذلك ماذا؟ بحمد الله مات التشيع ومات الإخوان المفلسون وستموت الصوفية إن شاء الله. والله 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 لولا المادة ما بقي لأصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإحسان وجمعية الإصلاح والإخوان المفلسين والصوفية أيضا ماذا يا إخوان، والشيعة ما بقي لهم باقية. فهذا بحولنا بقوتنا؟ لا، بفضل الله السنة قوية تشق طريقها، والله المستعان. السؤال السابع: سمعنا منكم قبل قليل بعض العوائق التي واجهتموها في الدعوة وسلك الطلب، فما أهم عائق في نظركم، وما هي نصيحتكم للداعية الذي يواجه مثل ذلك؟ أهم عائق هو قلة الأنصار في ذلك الوقت. عند أن خرجت رأيت في جامع الهادي شابا معمما يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة وماذا، ويصلي صلاة أهل السنة. ففرحت بذلكم الشاب غاية الفرح، فرحت به غاية الفرح، وجلست عنده وأخبره من أين أنا وأين درست، من أجل أن لا يخاف يظن أنني جاسوس من ها هنا وها هنا. أي نعم. وبعد ذلك نجلس ونتحدث معه ونذهب إلى بيته، فماذا، وبقينا بحمد الله يترددون إلينا ونتردد إليهم. أي نعم. حتى جاءت قضية الهادي، قالوا: لا يا أبا عبد الرحمن، ماذا؟ هو كان مدير التربية ها هنا في صعدة، هو علي الجعدي، أظن من الحجرية فيما أظن. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، نخشى من حدوث فتنة وما تترك هذا الأمر. قلت لهم: ما سأترك، وأنتم صلوا واذهبوا إلى بيوتكم، وأنا ما قدر الله كان. انقطعت الصداقة من ذلك الوقت، لأنهم كانوا من الإخوان المفلسين، ولم يكن الإخوان المفلسين في ذلك الوقت كهذا الوقت الذي نصروا الديمقراطية والحزبية ونصبوا العداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل السنة.
نعم يا إخوان، أبشركم أنني رأيت رسالة، نعم تلكم الرسالة لبعض كبار الإخوان المفلسين يتكلمون فيها على الفرق بين الشورى والديمقراطية بعدما بحت أصواتنا. لعل الحامل لهم أنهم رأوا شبابهم تفلتوا من أيديهم، وإلا فالكاتبون إخوانيون نعم متجلدون للإخوانية، والله المستعان. حفظكم الله. السؤال الثامن: نحن نعلم كثرة طلابكم الذين انخرطوا في حبائل الحزبية وثبات آخرين على الطريقة السلفية، ففي نظركم أي الطائفتين أكثر؟ وما هي أبرز الأسباب التي أدت إلى تخبط أولئك وإلى ثبات هؤلاء؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فأعظم شيء أنهم لم يستطيعوا أن يصبروا على ما يصبر عليه طلبة علم. ها هنا أي نعم طالب العلم الذي ليس من ذوي العوائل ماذا يعطى؟ لا يعطى إلا ذلكم القرص الناشف وذلكم الفول الذي أكثره ماء. ها نعم من الذي ما استطاعوا يصبرون. لا نعطيهم حق كساء وأيضا فراش ليس على ما ينبغي، فهم صابرون هنيئا لهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أصحاب العوائل 3000 يمني في الشهر، ماذا تقع إذا مرض ولده؟ ما تكفيه في علاج. أي نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل البركة فيها، وأيضا الله سبحانه وتعالى يعطيهم العافية ويعطي أولادهم العافية وأهليهم العافية. فماذا؟ فحالة طلبة العلم ها هنا متعابة، ونحن الله يعلم ما ندخر عنهم شيئا، وإن ادخرنا في مثل هذا الوقت فلوقت آخر. فإننا انقطعنا في العام الماضي في 3 أشهر. نعم، وماذا؟ وطلبة العلم لماذا انقطعنا؟ نحن ما نذهب بحمد الله إلى المعارض، وعندنا طلبة علم وعندنا طلبة، ولا نذهب أيضا إلى التجار، إلى أي تاجر ما نذهب إليه بحمد الله. لكن ماذا؟ أناس من الأفاضل تهمهم الدعوة، ربما نعرض عليهم الأمر، وربما يرسل المال إلى هنا من غير عرض. فالواقع أن الإخوة ما هنا خصوصا في دماج يعتبرون متعبين، ولكن أنصحهم بالصبر، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. أولئك خاسروا وإن أتتهم الدنيا وآتاهم المال، فوالله خسروا خسارة. محمد البيضاني كان تارة يقول سأكتب في التفسير، وأخرى يقول سأكتب في كذا وكذا، وأخرى يقول سأكتب في الدواء بعد ما راح من عندنا. عبد الله الحاشدي أيضا كتب نعم في الأسماء والصفات ورسالتين،
والآن مشغول لا يستطيع أن يلتفت كذا ولا كذا. نعم. أما الإخوان المفلسون فأنا أقول كان بارك الله فيكم ماذا محمد رشيد رضا، نعم، كان يقول الأزهريون عوام فسدت فطراتهم، ونحن نقول الإخوان المسلمون أردى من العوام وأفسدوا فطر الناس. فماذا بارك الله فيكم؟ فالقصد أن الحمد لله الدعوة وأولئكم خاسروا. أخبرت أن عبد الفتاح صاحب يافع جثة بالية بعد أن كان هنا من أذكى الطلاب. أي نعم، كل من يأتوني بواحد فقط ذهب من هنا وبقي على ما هو عليه. عبد الله بن غالب مخزن مدخن. أي نعم يا إخوان، وهكذا بارك الله فيكم. محمد المهدي كان يزورنا بعض الأوقات. أي نعم. ماذا كذلك أيضا عبد المجيد الرايمي الذي كانت نفسه تحمله على أن يحقق مسند أحمد، وهو أهل لذلك. الآن لا مسند أحمد ولا مسند صالح. أي نعم. ماذا يا إخوان؟ مسند القطريين. الآن هو مهتم بمسند القطريين. الله المستعان. ماذا يا إخوان؟ فالمهم بارك الله فيكم، هم ما يغبطون على حالتهم، بل والله إننا نتمنى أن يرجعوا من أجل مصلحتهم هنا. أنا أسألكم بالله، هل نقصوا الدعوة شيئا؟ الدعوة بالت بهم أو نقصوها شيئا؟ ما نقصوا شيئا. بقيت 3 سنين وأنا أعلم أن عندهم حزبية، وأسكت وأصبر، لعلنا نستطيع، لعلنا نتغلب. فإذا هم يريدون أن يتحكموا فينا. والكذاب الشرير المفسد محمد المهدي هو الذي أفسد كثيرا منهم. ولكن الآن يا إخوان، أخبرت أنه ألقى كلمة في التلفزيون يحث الناس على النظافة. أصبح بماذا من أصحاب البلدية. أي نعم. خاب وخسر يا إخوان. إي والله كان محبوبا لدى أهل إذ غاية المحبة. لم أرى أطوع من شباب إذ لمحمد المهدي. ثم بعد ذلك بحمد الله ظهرت حقيقته، والله المستعان. عقيل المقطري كان هنا يا إخوان يؤلف الكتاب في أسرع وقت ينشر. لقيني وقال يا أبا عبد الرحمن عندي مؤلفات ما دريت كيف أنشرها. أي نعم، بارت بسبب ميوله إلى الدنيا وبسبب ميوله إلى الحزبية، يجيز البيعة ويدعو إليها، وهكذا
أيضا يسخر من إخوانه أهل السنة، فالله المستعان. المهم يا إخوان، هم في حالة محزنة، والله 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 لو أعطى الدنيا كلها وأكون مثل واحد منهم ما رضيت بهذا، والحمد لله. وأيضا نسأل الله الثبات، ليس قلوبنا يا إخوان بأيدينا، نسأل الله الثبات. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فجميعا ندعو أن الله سبحانه وتعالى يعيذنا من الفتن ويعيذنا جميعا من الانحرافات ومن الأهواء، والله المستعان. السؤال التاسع: لماذا اخترتم منهج الجرح والتعديل طريقة، مع أنه في نظر كثير من الدعاة والمصلحين يعدونه سببا في تفكك الأمة وسبيلا إلى بغض من ينحو هذا المنحى، محتجين بأن زمن الجرح والتعديل قد انتهى مع زمن الرواية؟ نعم نعم. إذا تركنا الجرح والتعديل صارت كلمة الشيخ الإمام القدوة الشيخ بن باز وكلمة علي الطنطاوي سواء، وهما لا سواء. أي نعم. فماذا بارك الله فيكم؟ فنحن محتاجون إلى يبين حال حسن الترابي ويوسف القرضاوي وعبد المجيد الزنداني، وماذا بارك الله فيكم، وهكذا أيضا رؤوس الإخوان المسلمين لا بد أن تبين أحوالهم، وعلماء الحكومات أيضا لا بد أن تبين أحوالهم، الذين يجادلون عن الحكومات بالباطل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا آثما. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأخاف على أمتي الأئمة المضلين، من صحابيه ومن أخرجه يا زكريا عندك، ومن أخرجه أبو داود صحيح. أي نعم، صحابي ثوبان وأخرجه أبو داود. ماذا يا إخواننا بارك الله فيكم؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بئس أخو العشيرة، ويقول كما في البخاري: ما أظن فلانا وفلانا يعرف من ديننا شيئا. ويقول: لأن يا معاذ أفتان أنت يا معاذ. ويقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويقول لنسائه: إن كنا صواحبات يوسف. نعم نعم. وإذن أحمد الله فقد ذكرنا جملة طيبة في المخرج من الفتنة، وفي أيضا الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وأما هذا من حيث الأدلة وقد أجمع من يعتد به. وإنني أحمد الله فقد طحن الجرح والتعديل عبد الرحيم الطحان، طحنه يا إخوان، وقرب لسان
نعم، يوسف بن عبد الله القرضاوي. كم من شخص كان شخص مصري يخبرنا أنه كان يعني في موعظة وقد حضر جمع كثير من المسؤولين، وماذا وبعد ذلكم الشخص يفسر والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويقول وزير الداخلية في خسارة إلا إذا كان من المؤمنين، وبعدها قال ما يشعر بالوزراء والمسؤولون إلا وهم كل واحد يتغطى بالآخر من أجل لا يراه، ويقول إنه في خسارة إلا إذا كان مؤمنا. وإنني أحمد الله، فماذا يا إخوان؟ نعم، المبتدعة ترجف أفئدتهم من شرير ربما أيضا في بريطانيا أو في أمريكا أو في غيرها، والله المستعان. نعم. الذي يقول إنه انتهى مع زمن الرواية، الذي يقول إنه انتهى يا إخوان، هم يعلمون أنهم مجروحون، من أجل هذا ما يريدون أن يتكلم أحد في الجرح والتعديل. التقيت بأناس منهم عند مكتب التوجيه والإرشاد بعد خروج المخرج من الفتنة، ويقولون غيبة، المخرج من الفتنة غيبة، هو مدخل الفتنة. وبعدها يا ماذا؟ قلوا لهم خلونا سنصطلح، قلوا لهم يسكتون وسنصطلح، ما يقلقون ولا شيء. قالوا قد لطمتنا وبعدها نصطلح، قد لطمتنا. هو صحيح ما قلت نصطلح إلا أنهم قد لطموا، ونخليها تبرد اللطمة أياما ثم نأتي لهم بلطمة أخرى، ولا ما هو من صحيح. الحرب خدعة. فماذا يا إخوان؟ بارك الله فيكم. فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. وكذلك أيضا التآليف يخافون منها. شيخ من مشايخ القبائل ممن يتعاطف مع الإخوان المسلمين قال لي أحرقتهم يا أبا عبد الرحمن. ماذا؟ قلت نصطلح وما مضى. قال لا بأس نصطلح وما مضى. ماذا؟ ولا تكتب، نحن قد سمحنا لك تتكلم يا شريط، لا بأس، لكن الكتابة هذه تقلقهم. فلما رأيتهم يقلقون عزمت على جمع الأشرطة في كتب وإخراجها، والله المستعان. السؤال العاشر: كثير من طلبة العلم الذين استفادوا في مراكز أهل السنة نراهم يتجهون لمواصلة الطلب في الجامعة الإسلامية، فما الذي تنصحون به، وخاصة أنكم عشتم الوضعين؟ الذي أنصحهم به أن يطلبوا العلم في اليمن عند المدرسين الأكفاء، ما هو عند كل أحد، لكن عند المدرسين الأكفاء، هذا الذي أنصحهم به. وقد بلغني أنه يشاع أنني أحرم الالتحاق بالجامعة الإسلامية، وهذا كذب، لا أحرم ذلك، لكن أنا بسبب ازدحام الأعمال علي قلت ما عندي وقت أعطي تزكيات. نعم، نحن هنا يمكن لو كان تبع حكومة لاحتاج إلى قدر 50 موظفا. وهذا ماذا الرسالة الجوازات يكتبها مقبل
الرسالة للمسؤولين يكتبها مقبل الرسالة، فماذا يا إخوان؟ فأنا أقول إن هذا ليس بواجب علي، لكن شخص يريد أن نشفع فيه أو نزكيه من أجل مسجد أو من أجل ماذا طلبة العلم أو غير ذلك نفعل ذلك. وأما تزكية من أجل أن يذهب إلى الجامعة فأوقاتي لا تسمح بذلك، وأنا لا أمنع. نعم لا أمنع بارك الله فيكم أن يذهب الشخص ويستفيد، والحمد لله والله المستعان. لكن أخشى نعم أن يصل لعابه إلى الفلوس وأن يألف الكبسات الطيبة. أنا بس أخرجت والله ربما أريد أن أخرج من زمان، يقولون يخرج اليمن يا أبا عبد الرحمن، أقول كلها بلاد الله وأنا ماذا أجلس إن شاء الله. فأخشى أن يألفوا الكبسات الطيبة. أي نعم. وماذا؟ فلا يستطيعوا أن يصبروا على القرص الرقيق الذي ربما لو ينفخه واحد يطير من الكف، ربما لا يستطيعون أن يصبروا على هذا، والله المستعان. نعم. السؤال 11: ما هي أحب بلاد اليمن إليكم مع ذكر السبب؟ نعم. والله كلما تذكرت بلدا أحببتها وأحببت أهلها، فلا أستطيع. نعم الحديدة الحمد لله آلف وأبقى فيها كثيرا أكثر من غيرها، فقدر 5، لكن هم أهل السياسة، أهل الحديدة أهل السياسة، ناتيهم ويقولون هذه الجهة يا أبا عبد الرحمن جهة حرب نذهب، وبعدها يقولون لا بقي هذا الجهة ما أعطيتموها نصيبها، فماذا فنبقى. فالمهم أنا ما أستطيع أن أميز. كلما تذكرت بلدا تذكرت أنني أحبها وأحب أهلها، والله المستعان. تفضل بارك الله فيك. وفي الختام، وبعد أن متعنا شيخنا بسيرته الذاتية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع المسلمين بطول عمره وعافيته. وفي الختام، كثير من الإخوة يحب أن يعرف عمر شيخنا عندما دخل معهد الحرم والجامعة والآن، وبهذا نختم. أما العمر من حيث فأظنني في 65 66 67 ما كانوا يؤرخ أهلنا، ما هو إلا ماذا تاريخ أختي، ولكن لا أدري كم بيني وبينها، ما كانوا يؤرخون، فأنا لست متأكدا. المهم فيما يظهر لي زيادة على 65 هذا الذي يظهر لي. وماذا بارك الله فيكم. وأما هذا فيعرف بعد السنين. أنا ساعدوني بالعدد، تخرجت من الجامعة 400، مكثت في الجامعة ماذا يا أخواننا 7 سنين، وفي معهد الحرم 7 سنين. نعم. فتنظرون كم درست في معهد الحرم وعمري في ذلك الوقت. الحاسبون يعرفون أحسن مني. ماذا؟ دخلت معهد الحرم 66. ايش؟ دخلت معهد الحرم عام 66. لا
73 بداية دخول لا الجامعة. لا وجزاك لا 7 سنين في الجامعة، يعني 7 سنين تخصم من ماذا؟ 400. من 400. 73. ها؟ 93. 93 و7 سنين. 8. يعني أنت تقصد التاريخ الهجري. لا بأس. أحسنت. ها؟ ما دخلت هنا. إذا كان عمرك 66 فحين دخلت معهد الحرم عمرك 32 عاما. طيب ما أدري، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب ما تعلموه إلا مخزنا، أسأل الله يبارك فيه. ماذا فزيادة مدخن يا إخوان فيما بلغتني، ولكن أخونا بما أنه بارك الله فيكم من أهل إب فهو أعرف مني وممن أخبرني، جزاك الله خيرا. المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته. وقد سمعت أخي الكريم قول شيخنا بأن الذي قال في تحقيقه لكتاب الإلزامات والتتبع في أثناء المناقشة لو كان هذا عند الغرب لرموا به، أنه أكرم ضياء العمري، والصواب أنه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وقد نبه شيخنا على هذا فطلب التنبيه عليه. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.